السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن من GFX Academy. النهاردة هقول لكم تيب صغيرة بس ممكن فعلا تنجز جدا في المشاريع اللي بتشتغل عليها، وهي ان تيب خاصة بحركة الكاميرا. ازاي ان انت تحاول تخلي الشوت بتاعك اتراكتيف اكتر، وطبعا من ضمن اهم العناصر اللي بتساعد في ان الشوت بتاعك يبقى اتراكتيف هي حركة الكاميرا. كتير مننا بيتلخبط في حركة الكاميرا المناسبة للشوت اللي انت بتشتغل عليه، فممكن من ضمن الحركات اللي بتشتغل عليها ديت اللي بيكون كاميرا شيكي جدا، او حركة سموزنس سواء زوم ان او زوم اوت، او في اي انيميشن متناسب مع المشهد بتاعك. النهاردة هقول لكم تيب انا من خلال شغلي فعلا فادتني جدا، وهي ان انت لو في شوت عاجبك فعلا وعايز تاخد الانيميشن بتاعت الكاميرا بتاعته وتنقلها للكاميرا بتاعتك، تقدر ان انت بدل ما تحاول تحاكيها ببساطة شديدة خدها كوبي بيست من الشوت ده. على سبيل المثال مثلا لما شفت من ضمن الشوتس اللي عجبتني جدا، خلي ديت نقول لها input، وبدأت اعمل انيميشن للحركة نفسها. ده كان من ضمن الشوتس اللي شفتها وعجبتني. حركة الكاميرا هنا مناسبة قوي للبروجكت اللي انا عايزاه، ففي نفس الوقت انا عايزة نفس الحركة دي، نفس الانيميشن ده هيوفر لك وقت كبير لو في حاجة زي كده قدامك وعايز تاخد اللقطة بتاعتها بالظبط. ببساطة اول فكرة باختصار ان انت بتاخد الشوت دوت وبتعمل له تراك، وبتاخد الكاميرا دي تخليها تبص على الشوت بتاعك. يعني مثلا انا باخد الشوت دوت وببدأ اعمل له الكاميرا تراك بتاعتي، او اقول له كاميرا تراكر. تمام. وبعد كده ببتدي بقى اشتغل بالتراكنج اللي احنا عارفينه، بعمل بريفيو كده سريع. انا كل اللي يهمني الحركة، فبالتالي ان يبقى فيه بوينتس كتيرة او خلافه مش مهمة، بس انا ممكن اعليها شوية، ممكن اغير شوية في الدايركشن يعني الى حد ما، عايزة ولو حاجة بسيطة منها. ممكن يعني نشوف كده ممكن يعمل ايه. وبعد كده ببتدي اقول له يبدأ في التراك، ويبدأ في بعد كده السولف زي ما احنا عارفين. طيب بعد ما بيطلع لي الكاميرا زي ما انا شفت هنا في الشوت عندي، تمام، بطلع الكاميرا بتاعتي، بطلع السين بتاعتي والكومبوننت كله اللي خاص بال 3D سيستم جوه السين بتاعتي. كده انا ابقى اخدت من ده اللي انا عايزاه. انا خلاص كده مش عايزه من الشوط ده اي حاجه تاني، وببدا اروح للسين الجديده اللي وصلت لها. لو انا رحت كده على 3D كده بقى عندي ايه زي ما احنا شايفين، ادي الكاميرا وادي البوينتس بتاعتها وادي الحركه بتاعتها. لكن في السولف معرفش ان هو يعمل سولف للتايم لاين كله، فاخدت حته صغيره اللي قدر يعمل لها سولف مفيش مشاكل، واتحكمت في التايم لاين بتاعي بحيث ان انا اعمل زي دوبليكيت او اعمل زي اكستند للتايمينج، بحيث يبقى لفتره تايم لاين اكتر. يعني كان في حدود حاجه 20 فريم، وال كان 22 فريم فعلا. بس بعد كده استخدمت الكروموس نود بحيث اني اخلي ال 22 دول 44 فريم، بحيث اني اقدر استفيد as long as I can بمدة اطول من كده بالنسبة للشوط. لكن اكتر من كده هتبقى فعلا مش لذيذ، لان شوط سريع المفروض واكشن، فمش مطلوب انه يبقى طويل زيادة عن اللزوم. طيب انا دلوقتي عندي الكاميرا اللي انا محتاجاها وعايزه اضيفها بقى للشوت بتاعي. اعمل ايه؟ بعد ما خلصت السكريبت وخلصت السين اللي شغاله عليها، ببدا اوصل كل ده بكارت، اخلي الكاميرا تبص عليه بمنتهى البساطه. هقفل بس البوينتس ديت علشان يبقى ظاهر لي الكاميرا والشوت اللي قدامي. كده ادي الكاميرا
وادي الشوت قدامي اهي. تمام. وهخلي الكاميرا تبص عليها بمنتهى البساطة. من هنا من الديفولت اقول له بص على الكاميرا، وبكده ببدأ احدد بقى اذا كان الكارد دي ابعدها، اقربها، اغير في السكيل بتاعها. وكده انا وصلت اني انقل حركة كاميرا من شوت عاجبني ان نبص على الشوت بتاعي، بدل ما اتعب نفسي في ان انا ابدأ اخلي او احاول ان انا احاكي نفس حركة الكاميرا اللي موجودة في الشوت التاني وانقلها عندي. اتمنى التيب الصغيرة ديت تكون ساعدتكم او تساعدكم في السكريبتس بتاعتكم في شغلكم، وان شاء الله نتقابل في مرة جاية مع تيب جديدة مع شوت جديد.